السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة من وصفات التشيز كيك الباردة اللي كنتوا طلبتوها مني كتير. طبعا وصفة ناجحة 100%. شوفوا ما شاء الله، يعني بتشهي، يعني الشكل اللي بيحكي. راح نخلي لكم المكونات على الشاشة وراح نروح مباشرة لطريقة التحضير. راح نجيب انا صحن القزاز، راح نحط فيه 250 بسكويت. طبعا البسكويت مطحون. عندي 120 جرام زبدة، راح ندوبها شوية في الميكروويف، وراح كما نقولوا ندخل هذيك الزبدة مليح مليح في البسكويت بالشكل هذا. يعني ممكن تحطوها بصينية قزاز او ممكن بتحطوها بشكل دائري، يعني صينية دائرية. هذا الاشي يعني بضل على حسب رغبتكم. انا راح نجيب المول تاعي اليوم، اخترت يعني قلت لكم راح نعملها دائرية. حطيت ورق الزبدة من الجنب وحطيت ورق الزبدة من تحت. حطيته طبعا في الاطراف شوية زبدة على الورق الزبدة عشان ايش يطلع لي على طول. الحين حطيت هذيك الصينية بالثلاجة ورحت جبت اللي هو الشمينت. عندي 4 أكواز شمينت، حطيت عليهم كوبايتين حليب وكوباية سكر. راح نخلطهم كلهم بالخلاط بالشكل هذا، نخلطهم مليح مليح. يعني اللي ما عندوش هذا الشمينت ممكن يحط العلب بالقشطة. الحين انا خلط بعد ما خلطته مليح مليح، طلعت طبعا هذيك الصينيه تاعتي اللي كنت حطيتها بالثلاجه بردت. البسكوت اللي كنت عملته من قبل. راح نفضي عليه هذاك الكريمه اللي عملتها، عباره عن قلت لكم شمينة وحليب وسكر. راح نضيفها عليه. في الفترة هذه أنا كنت طبعا أنا مسخنة الفرن على 180. راح ندخلها الفرن، يعني بس من تحت نفتح لها، نحطها في الطبقة اللي في النص ونخليها تقريبا 15 دقيقة. بعدها طبعا راح نخليها تبرد وندخلها الثلاجة مدة 2 أو 3. شوفوا كيف بعد ما جمدت مليح. راح نضيف هذاك البيوبري المربى. بصراحة أنا بعشق هذا البيوبري كتير بحبه، فاليوم اخترت هذه الوصفة في البيوبري يعني. واللي ما عندوش البيوبري هذا ممكن يحط أي نوع مربى خاص بالتشيز كيك أو لاجولي هذا اللي بيحطوه الملون، جيلي ممكن تستعمليه. شوفوا منظرها والله طلع بشهي. يعني شوفوا كيف البسكوت طبقة من تحت والكريمة طبقة لحالها والبيوبري من فوق طبقة لحال، 3 طبقات يعني متساويات ما شاء الله. طعم ونكهة ومنظر بشهي. ان شاء الله حبايبي شهيتكم بالجنة والله بصراحة. يعني شوفوا كيف، يعني ايش بدي اقولكم، يعني الوصفة بتشهي. نتمنى لكم تجربوا هالوصفة ان شاء الله وتنجحوا فيها. شوفوا ما شاء الله، خاصة لما تقدموها بضيوفكم فصل الصيف. ممكن تعملوها كمشروع يعني في بيوتكم. ممكن تقدموها لضيوفكم، يعني كما نقولوا بتبيض الوجه. نتمنى لكم يعني فرجة ممتعة، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.